يطردوهم من مسجد الرسول عشان تبقى واحدة، وإلا هم يفرضوا ونحن نطيع. لماذا؟ 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 شيلوا قبر أبو بكر وعمر من جوار النبي، يعني النبي شايل الأذى في حياته وبعد موته. لك الله يا رسول الله، لك الله يا أبا الزهرة. يشيلوا القبرين دول واحنا نغلق قبر أبو لؤلؤة. نعم. فده كلام مش مظبوط، ده كلام ما نتوحد وكل له اعتقاده وكل له سبيله في تعبده. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. يعني لما يقولوا لنا اغلقوا قبر الإمام الحسين عشان الوحدة، هل ده كلام يقبل؟ ايه ده؟ ايه ده ازاي يعني؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الكلام باطل لا أساس له. وأنا أناشد حكام الجمهورية الإسلامية ألا يسمحوا بهذه الرذائل ولا يخضعوا لمثل هذه الأمور. احنا لنا مبادئنا ولنا حالنا، وهم طب ما هم بيقلبوا راسنا في رمضان. في رمضان قلبت الراس بتاعت التراويح. في أول شهر رمضان الماضي لقيتهم جايبين في التلفزيون العار في رمضان. قلت الله، هو مصر تشيعت ولا ايه؟ انا بحسب بقصد العار اللي هو صلاة التراويح. قالوا لا يا اخي، ده مسلسل اسمه العار جايبينه في رمضان. اي قلبي راس ليل نهار في رمضان في التراويح. حد بيقول لهم حاجة؟ ما حدش بيقول لهم حاجة. فكل واحد له مبادئه. تفضل. نعم سماحة الشيخ، بما انك تطرقت حق المظاهرة اللي قامت فيها هيئة خدام المهدي بقيادة سماحة الشيخ ياسر حبيب لإطلاق سراحك، فيا ليت الشباب يحطون لنا مقاطع من هذه المظاهرة اللي نادت بإسقاط حسني مبارك، وتنبأ سماحة الشيخ بإسقاط حسني مبارك وجلاوسته ونظامه. وسبحان الله هذه المظاهرة قبل سنة ونص تقريبا بتاريخ شهر 7 سنة 2009. اي نعم. فسماحة الشيخ لو تحب نسمع او نتشاهد شوية من المظاهرة. طيب حبيبي تفضل. تفضل.
اللهم صل على محمد وآل محمد. فقد اعتقلت وقامت الحكومة المصرية العميلة المرتزقة باعتقال مجموعة وثلة من المؤمنين لم يعتقلوهم لذنب إلا أن يقولوا ربنا الله. فبإمكانكم أن تعتقلوا من هو على خلاف من دينكم، بإمكانكم أن تعتقلوا من هم السلطان المصريين وهم الأقباط الذين على اسمهم سميت بمصر بإيجيبت أي قبط. أصل كلمة إيجيبت هي من القبط. فالقبطيون يخالفوكم بعقيدتكم وينتهلون قرآنكم ويسبون نبيكم، فمن باب أولى من أن تعتقلوا هؤلاء القبطيين الذين دائما يسبون نبيكم. أحيي الشيخ حسن شحادة والكوكب الأبرار من أتباع أهل البيت عليهم السلام في مواقفهم الدفاعية عن حياد الإسلام وعن تراث أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هؤلاء لا ذنب لهم سوى أنهم قالوا كلمة الحق. نطالب النظام المصري، نطالب القبيح المبارك بإطلاق سراح الشيخ حسن شحادة والمعتقلين كافة. الكفر يدوم ولكن الظلم لا يدوم وأنتم تعرفون ذلك، ولكن قست قلوبكم وأن الشيطان قد وضع يديه على قلوبكم فإنكم لا تبصرون. لكم أعين لا تبصرون بها، ولكم قلوب لا تفقهون بها، ولكم آذان لا تسمعون بها. إنكم كالأنعام بل أنتم أضل سبيلا. لا يتصورن أحد أنهم إنما اعتقدوا هؤلاء الشيعة الأنبياء لمجرد أنهم قد هاجوا فاعتقدوهم. هذا الحادث الإجرامي، هذا الاعتقاد الظالم إنما يأتي في سياق حوادث متعاقبة ضد شيعة محمد عليه السلام في مصر. هذا الذي يكشف عن الوجه الناصي لهذا النظام. زعيم هذا النظام طاغوت مصر فرعون مصر صرح تصريحا خبيثا ضد الشيعة الأبرار، ما حاصله أن الشيعة لا ولاء لهم لأوطانهم وإنما ولاؤهم لإيران. وأنا أريد أن أسأل هذا الطاغوت أنت ولاؤك لمن؟ يعني في السفارة يسمعون أنه سيدكم لا هذا الحج قولوا له ولاؤك لمن أنت؟ ولاؤك لوطنك أم ولاؤك لسيد البيت الأبيض وللصهاينة وللعاهرات؟ يا ابن الحرام، لأنه مثل هذا الإجرام لا يقوم به إلا ابن الحرام. يا علي لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا ابن زنا. موقف آخر يأتي هذا الحصان شيخ الأزهر ويصرح تصريحات عجيبة ضدنا نحن شيعة آل محمد عليه السلام. فماذا يقول؟ يقول بأن الشيعة أصلهم من اليهود. أسس المذهب الشيعي نفسه. أنا قرأت هذا التصريح في مجلة التي تصدر هنا في لندن قبل فترة، أن الشيعة هذا المذهب الشيعي أسسه رجل من اليهود يدعى عبد الله السبب. من ينطق بهذا؟ رمز بداية وسلت يا طنطاوي يا أيها الشيخ الأشعر أنت أصلك من أين؟ مذهبكم من أين جاء؟ أنتم مذهبكم بأصول يهودية ومتون يهودية. اسألوا عن كعب الأحبار اليهودي
اسألوا عن هؤلاء الذين استخدمهم عمر من اليهود حتى يعلمونكم دينكم والأحاديث الإسرائيلية. نحن الإسلام الحق، نحن أتباع محمد وآله. ثم بعد ذلك يأتي هذا الطنطاوي نفسه ويصرح قائلا أنا بنفسه أنقرت هذا التصريح، يقول أنا أضع ركنا سادسا في الإسلام وهو احترام الصحابة. هو كيف فإنه دينه دين الله، وكل هذا لماذا؟ ردا على ما يسمونه الغزو الشيعي. هم يعلمون بأن مصر دخلها التشيع من جديد، قرى بأكملها تتشيع، وما ثمرة هذا الثور الهائج القرضاوي إلا دليلا على ذلك. كان يصرخ يقول أيها الناس هل من المعقول أن مصر يدخلها التشيع، قرى بأكملها تتشيع؟ اليوم هذا الموقف، هذا الإجراء الذي طال جناب الشيخ حسن شحاتة ومن معه من الثلة المظلمة، حيث وقعوا في سجون المخابرات سيئة الصيت، حيث التعذيب والإجرام الذي شهدت فيه كل منظمة حقوق الإنسان العالم. اقرأوا وابحثوا عن سجل مصر والنظام المصري في حقوق الإنسان، سجل أسود مضجع في السواد. وضعوا هؤلاء في هذه السجون بلا ذنب، ما كافت شجرة تنظيم المسلح حتى نظام الحكم. ما تعرفوا الآن يعتقدون على ماذا؟ اسمعوا تهم قرأناها في الصحافة المصرية تعجب. قلنا هذه تهمة الأولى ترويج عقائد مخالفة لصحيح الدين من بينها الادعاء بأن أمير المؤمنين علي عليه السلام أولى بخلافة الليل. هذه تهمة كبيرة. تهمة ثانية أداء عبادات مخالفة لصحيح الدين من بينها الصلاة على الترك. هذه تهمة جدا كبيرة. تهمة ثالثة عدم جواز الصلاة خلف أحد إلا أن يكون من أهل البيت عليه السلام أو من ينوب عنه. تهمة خامسة سب الصحابة، وهذا تكون شماعة سب الصحابة، أي انتقاد لبعض هؤلاء المنافقين الذين كانوا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، أي تجريد هؤلاء الإنكار عليهم سموا الصحابة على العموم كلهم. هذا الاختلاف. والتهمة الخامسة تهديد الأمن القومي في مصر، وكان الشيخ شحاتة ومن معه شكلوا تنظيما سريا لقتل نظام الحكم. بالله عليكم انظروا إلى هذه التهم السخيفة التافهة. لما كل هذا الحقد على الشيعة؟ لما كل هذا الإجرام؟ لماذا تكرهوننا؟ نعرف السبب. لأن التشيع مبدأ ضد الظالمين على طول الخط. هم يعلمون هذا الشيء. لماذا يكرهون التشيع؟ لأنهم يعلمون في النظام، وربما يعلمون من طاقة العرب إذا انتشر التشيع في بلدانهم فحروشهم تسقط. يعلمون ذلك لأن التشيع مبدأ ضد الظالمين. لماذا يسموننا رافضة؟ لأننا نرفض الظالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. كنا للظالم خصما وللمظلوم عونا. هيهات منا بالله، هذه تعاليمنا، هذه تقوتنا. لبيك يا حسين، 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 لبيك يا حسين. ويل للبغاة العرب من أمر ارتد بالطرف. هذه مقولة من إمامنا الصادق عليه السلام، هي إنذار لكم. اعلموا أننا لا نخافكم ولا نخاف إجرامكم. مهما تسجنوننا، مهما تعذبوننا، مهما تقتلوننا، هيهات أن
لنا عادة وكرامتنا عند الله شهادة. اليوم هذه الأمة تتجه نحو التشيع لأنها علمت سقوط ما يسمى بين قوسين الإسلام السني، هذا الإسلام الذي يعود الشعوب على الخنوع والاستكانة والذل للظالمين والطغاة. تعلمون مبدأ الطائفة مبدأها أطع للأمير وإن ظلمك وإن قتلك، أطع للسلطان، أطع السلطان وإن كان برا أو فاجرا، مهما طاعة السلطان على العيال هكذا. يعلمون بأن التشيع على خلاف ذلك، التشيع على طرف نقيض من الظالمين والطغاة، لهذا يهابون التشيع، لهذا يحاربون التشيع، لهذا يحاولون إيقاف المد الشيعي. لكن التشيع سيل يجرفكم عن دفة يده. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، الذي قر قلوب المؤمنين بالإفراج وفك غيد سماحة الشيخ المناضل المجاهد حسن شحاتة ودحر أعوان وأزلام نظام حسني مبارك. سماحة الشيخ معنا على الخط؟ نعم حبيبي معك. سماحة الشيخ، أنا عندي اتصالات من شباب أو من مؤمنين ومؤمنات يسألوني عن حالتكم الصحية إن شاء الله. هل تعرضت إلى تعذيب أو تعرضت إلى أي مضايقات من قبل السلطات؟ حاضر حبيبي حاضر. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. مجددا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله وبياكم يا شيعة أمير المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها. هذه شهادة، والشهادة لله لا بد أن تقام. حقيقة أنا لم ألقى أي تعذيب ولا كلمة في غير محلها، وإنما عوملت بكل أدب وبكل احترام، وكان دواء السكر يأتيني، وكان الطعام والشراب يأتيني، والشاي، بس ما كانش في قهوة، كان الشاي فقط، وكان الإكرام من كل جانب. أول سؤال وجه إلي في هذا الاعتقال الأخير، أحد الضباط سألني عند دخول المعتقل وقال لي: يا رجل، أنت رجل عالم ونحن نحبك ونجلك وتؤمن بإمام غائب. قلت له: يا سبحان الله، ودي فيها ايه دي يعني؟ أنا آمنت بالنبي صلى الله عليه وآله على الغيب، وآمنت بالله على الغيب، وآمنت بجبريل والملائكة على الغيب، لم أرى أحدا منهم. فسكت. وبعد أيام أتى لزيارتي في زنزانتي التي كنت فيها وقال لي: يا شيخ، حدثني عن الإمام الغائب. الله أكبر، الله أكبر. وحدثته وقال: عهد الله وميثاقه عليك، لا تخبر أحدا بي، وأنا من الآن من شيعة أمير المؤمنين. فحقيقة لم أتعرض لكلمة في غير محلها. هذا الهامان المسجون الآن قال لي كلمة في أول اعتقال، قال: نحن نجهزك لأن تكون الرجل الأول في مصر في العلماء، تقوم تبقى في النهاية شيعي. قلت له: هي شيعي دي عيبة؟
قال لي عيبة. والله ده سيدنا ابراهيم شيعي، وان من شيعته لابراهيم. قال كلامك زي مدافع بتدخل في القلوب، لا جايبك فلان ولا علان. وقاعد يذكر لي مجموعة من المنافقين، منهم منافق وقف في مجلس الشعب وقال السادات يجب ان يطاع فلا يعصى. يخرب بيتك، يجب ان يطاع فلا يعصى. ومنهم منافق وقف امام الفرعون وقال هذه مصر مبارك. مصر مبارك؟ يخرب بيتك، مصر مبارك. طب مبارك راح وبقيت مصر. فلعنة الله على المنافقين. فالشهادة لله لم أتعرض لكلمة في غير محلها، ولا تعذيب ولا أذى إطلاقا إطلاقا. هذه شهادة لله. الحمد لله. تفضل حبيبي. الحمد لله سماحة الشيخ على صحتك وصوتك هذا كافي انه يطلع بكل اريحية، انه يشفي قلوب المؤمنين، وهذا يكون نار ولهب على المنافقين. سماحة الشيخ في عندنا اتصال من شخص يقول انه صديقك وحبيبك. تفضل شباب الاتصال. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبيبنا تفضل، معك سماحة الشيخ. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعدام يا كريم. طبعا معي سؤال سماحة الشيخ. أول شيء بنحييك ونرحب فيك، ومعي سؤال حياك الله حبيبي. كاسر الصنمين بيسألوك شو مكاسب الموالين من الثورة اللي حصلت بمصر بعد دخل الطاغية حسني مبارك، وهل في هلا حاليا إشكالات على الموالين الشيعة بمصر أو لا؟ حبيبي يا ريت تعيد السؤال عشان الصوت مش واضح بالنسبة لي. نعم يا عبد الله. اي نعم تفضل، معاك سماحة الشيخ. تعيد السؤال حبيبي، تعيد السؤال مرة ثانية لو سمحت. اي تفضل ويانا الاخ للحين. ان شاء الله ان شاء الله. طب يعلي صوته بس. ما مكاسب الموالين من الثورة اللي حصلت بمصر الشيعة، وهل هناك مضايقات حاليا عليهم او لا؟ اي سماحة الشيخ سمعت السؤال، يقول ما المكاسب للمؤمنين الموالين من ثورة مصر، وهل يوجد مضايقات في الوقت الحالي للمؤمنين والمؤمنات من الحكومة الحالية؟ حياك الله حبيبي، حياك الله وبياك. الحكومة الحالية يرؤسها رجل حلف اليمين في ميدان التحرير. في تسكر الخط. والمؤمنون والمؤمنات في مصر مكاسبهم لا تعد ولا تحصى. ها هو اجتماع عظيم اليوم في مسجد مولانا الحسين لشيعة أمير المؤمنين، وسيفتح المركز، مركز أهل البيت. ومن المكاسب أن زوجتي وأولادي حيدر وبتول وحوراء ذهبوا وشاركوا مع الثوار في ميدان التحرير. المكاسب عظيمة ولا توجد أي مضايقات حبيبي. حياكم الله وبياكم. وسماحة الشيخ هل تحبون أن تعلنون هيئة أو حزب يتكلم باسم الشيعة في المستقبل؟ إن شاء الله حبيبي، في الطريق إلى ذلك إن شاء الله. أي نعم. زين سماحة الشيخ نتلقى بعد اتصال من الأخ معنا أبو حسين، الأخ المتصل. السلام عليكم أبو حسين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخوي أبو حسين. الله يحييكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعداءهم. نحيي القائمين على هذه القناة، وهي في بداية إطلالتها لإحياء راية آل محمد عليه الصلاة والسلام. كما أحيي سماحة الشيخ حسن شحاتة، الشيخ المجاهد الشجاع في رفع راية آل محمد عليهم الصلاة والسلام. لا يخفى على الأخوة أن الأنظمة الاستبدادية حاولت بشتى الطرق محاربة الشيعة وكبح
انتشار التشيع على مدى القرون، ومنهم النظام الاستبدادي المصري البائد. والحمد لله هذه من بركات التشيع وبركات الموالين في مصر. الآن في هذه المرحلة في مصر وهي مقبلة على انفتاح ومقبلة على حريات إن شاء الله، الدعوة إن شاء الله للتشيع ستكون بمطلق الحرية، نأمل ذلك. وهذه إن شاء الله من واجبات سماحة الشيخ حسن شحاتة والأخوة الموالين الشيعة، وإن شاء الله ستكون جهودهم مضاعفة، وإن شاء الله ثمارها إن شاء الله واضحة. لكن هناك نقطة أود أن أنبه أو أن أسمع رأي الشيخ حسن شحاتة فيها، وهي الآن أرض مصر تعتبر خصبة للتيارات الدينية ربما، أو التوجهات الدينية بمختلف أنواعها، سواء كانت تيارات مخالفة لعقيدة أهل البيت عليهم السلام، أو من أتباع عقيدة أهل البيت عليهم السلام الذين لديهم ميول ربما سياسية أو ميول وحدوية أو ما أشبه. فنود أن نسمع رأي الشيخ حسن شحاتة كيفية التعامل في المرحلة المقبلة مع تلك التيارات التي ربما تحاول البزوغ أو تحاول التأثير على شيعة مصر بطريقة أو بأخرى. شكرا لكم وتحياتي لجميع المشاهدين لهذه القناة المباركة. حياك الله حبيبي، حياك الله. يا ريت حبيبي عبد الله بس لخص لي السؤال عشان السؤال سماحة الشيخ يقول كيف تتعاملون مع ونظرتكم المستقبلية لمختلف التيارات في مختلف اتجاهاتها في المرحلة المستقبلية لمصر، وشلون تتعاملون معاهم كشيعة ومؤمنين؟ اللهم صل على محمد وآل محمد. رب صل على محمد وأهل بيته الطاهرين. مجددا سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات. أولا أهل مصر جميعا يحبون آل البيت باستثناء الوهابية. يعني الوهابية شيلهم حطهم في السلة، وباقي أهل مصر يحبون آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله الأطهار. هذا أولا. ثانيا المستقبل لشيعة أمير المؤمنين في مصر. هذه بشائر بشرتنا بها الأئمة الأطهار أن لقائم آل محمد صلى الله عليك مولاي وآبائك الأطهار وعجل الله تعالى فرجك الشريف وأرانا طلعتك الرشيدة وغرتك الحميدة مولاي. لهذا القائم العظيم منابر في أهل مصر، سيكون له منابر في مصر، وستبدأ إن شاء الله سيبدأ تأسيس هذه المنابر إن شاء الله تعالى. أما حبيبي التعامل فنحن عندنا قانون من إمامنا الصادق جعفر بن محمد صلوات ربي عليه وآبائه وأبنائه: كونوا دعاة لنا بغير ألسنتكم، كونوا دعاة لنا بغير ألسنتكم. أنا بطالب المؤمنين الشيعة في جميع الدنيا وفي مصر خاصة المعاملات والأخلاق والرأفة والرحمة والعفو، أطالبهم بذلك. وإن شاء الله المستقبل لشيعة أمير المؤمنين رغم أنف الجاحدين ورغم أنف المنافقين. اللهم صل على محمد. أحسنت سماحة الشيخ. سماحة الشيخ عندنا اتصال، تفضلوا شباب. ألو، السلام عليكم. ألو أبو حسين. ألو. وهلا أبو حسين. السلام عليكم، حياك الله، حياك الله عزيزي، الله يحفظك. حبيبي تفضل. يسمعني الشيخ؟ اي نعم يسمع. نعم حبيبي. السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ حسن؟ لله البيان معك شيخنا أبو حسين البيان. يا مرحبا. حياك الله شيخنا. عرفتني؟ أبو حسين البيان غرفة يا حسين شيخنا. ازيك حبيبي، ازيك ما شاء الله. بخير شيخنا، الله يحفظكم إن شاء الله. بيان للناس. الحمد لله بخير. بيان للناس. الله يحفظكم إن شاء الله من كل شر. سلم حبيبي على كل من في الغرفة من الأحباب. الله يسلمك من كل شر. وبالأخص أبو فاطمة. شيخنا عندي سؤال شيخنا. تفضل. سؤالي بالنسبة إلى رزية يوم الخميس شيخنا. أيوة. أنا عندما راجعت الأحاديث الموجودة في البخاري وفي مسلم وبقية صحاحهم، هم يحاولون أن يخففوا كلمة يعني في كلام ابن عباس الرزية كل الرزية. فأنا راجعت مولانا في القاموس معجم لسان العرب، كلمة رزية مصيبة، يعني مصيبة أو طامة كبرى حلت على المسلمين. أيوة. فمن خلال أنا شيخنا يعني لماذا يتهرب أهل السنة ويحاولون الدفاع عن عمر في هذه النقطة؟ فأرجو الإيضاح مولانا شيخنا الشيخ حسن. أحسنت أخوي أبو حسين. ممكن سماحة الشيخ قبل لا تعلق على هذا الاتصال ناخذ اتصال ثاني منو معك؟ تفضل حبيبي تفضل. السلام عليكم. تفضل أخوي معك سماحة الشيخ. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. الله يسلمكم. أولا نبارك افتتاح قناة فدك. الله يبارك في حياتك إن شاء الله. بارك الله فيك. القائمين عليها. الله يخليك إن شاء الله. المتحدث محب الإمام من غرفة كاسر الصنمين، من رواد غرفة كاسر الصنمين. حياك الله. أنقل لك تحيات جميع رواد هذه الغرفة الآن يستمعون إليكم من البالتوك. مولاي حسن شحاتة. نعم حبيبي. عندي سؤال من الإخوة الموجودين في الغرفة وهم يسألون عن عمر وفراره من الحروب جميعها. والسؤال كذلك، لماذا كل هروبه من المعارك وانهزامه إلى وراء الجبل؟ ما قصة هذا الهروب ولماذا يختار هذا المكان بالضبط؟ أحسنت أخوي، طيب الله شكرا لك. سماحة الشيخ الحين صار عندنا سؤالين. السؤال الأول هو عن رزية الخميس، والأخ المتصل كان يسأل يقول ليش دائما الخطاب يقلل من كلمة رزية مع أن رزية معناها في اللغة العربية مصيبة كبيرة، فليش يقللون؟ هل يقللون من وطأة الكلمة التي ذكرت في مصادرهم ورويت عن عبد الله بن عباس؟ والسؤال الثاني عن عمر هم بعد، يقول ليش يختار الجبل في هروبه من الغزوات؟ تفضل سماحة الشيخ. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم ربنا والعن أعداءهم من الأولين والآخرين. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. حي الله غرفة يا حسين، حياكم الله حياكم الله. أولا حبيبي البيان، هذا هو دأبهم، هذا هو دأبهم. أي فضيلة لأمير المؤمنين يخفوها أو يقللوا من شأنها. هل سمعت حبيب البيان أن أحد الأدعياء يقول في حديث: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي؟ هذا الداعي يقول إن النبي وجده حزينا فأراد أن يجبر خاطره، فالحديث لجبر خاطر الإمام هكذا. ويأتون في رزية يوم الخميس يقللون منها كما تقول حبيب البيان، ومرة يقولون ليس عمر هو الذي قال هجر رسول الله أو هجر الرجل، مع أن البخاري يروي بالنص أن الذي قال هجر رسول الله هو عمر. بس أرجوهم يقرأوا
يقرأوا بعقل وبمنطق. هكذا حبيبي، هكذا أهل الباطل، هذا دأبهم وهذا شأنهم. أما غرفة كاسر الصنمين حياكم الله، وأرجوكم أن تكسروا الأصنام كلها، أرجوكم أن تكسروا كل الأصنام، حياكم الله وبياكم. اللهم صل على محمد وآل محمد. عمر، عمر ده أكبر خزوق خدته الأمة، أكبر خزوق الأمة خدته، لأني ما تعرفش البني آدم ده إيه جنسه، إيه حاله، إيه تصرفاته. بس أنا أحب أبشرك، لا بد للحق أن يسطع. والله وأنا في الكويت أسجل لقناة الأنوار، جاءني أحد السادة وطلب مقابلتي وصعد لي الغرفة في الفندق وقال لي: هل تعلم أن خطيب جمعة سني في عمان عاصمة الأردن على المنبر قال إن عمر نام تحت الشجرة، القضية بتاعت إيه؟ أكمل يا رجل ولا تعد لمثله. خطيب سني على المنبر يوم الجمعة. طبعا أنا دني أضحك لما بطني وجعني من الضحك، يعني خطيب سني بيقول هذا الكلام؟ لما جئت إلى مصر أخي ليه أخ من أهل الولاية لأمير المؤمنين حدثني أنه صلى في بلدة على مشارف الإسكندرية، والرجل صعد المنبر وقال عنوان الخطبة حلم عمر. ايه حلم عمر؟ انه برضه نام وجاء الراعي وركب فوقه وقال له اكمل يا رجل ولا تخف. فهو حبيبي كان بهرب دايما ورا الجبل لعل يلاقي حد عشان يبقى الحلم على اكمل وجه يعني. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللي بعده حبيبي. مشكور، احسنت. طيب الله ينفاسكم سماحة الشيخ. وعندنا اتصال من امريكا، موجود الاخ من امريكا؟ نعم موجود. تفضل حياك الله اخوي، معك سماحة الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ابتداء اقول لكم شيخنا الفاضل حمدا لله على سلامتك. سلامكم الله حبيبي. محارب النواصب من البالتوك. احب اسجل كلمة، وانا خادمكم ان شاء الله وتلميذ من تلاميذكم في البالتوك. اقول اسال الله العلي القدير ان يديمك صوتا واسدا زائرا ان شاء الله للدفاع عن مذهب اهل البيت. بارك الله بك وادامك الله ذخرا لنا. بارك الله بك مولانا، وحمد لله على السلامة. سلمكم الله حبيبي وبارك الله فيكم. احسنت اخوي، احسنت وتقبل الله اعمالكم، طيب الله انفاسكم. سماحة الشيخ انا عندي سؤال. نعم. شنو ترد على اللي يوصفون عائشة بأنها أم المؤمنين وكلمة سيدة؟ في بعض الناس يوصفون هل عائشة يطبق عليه كلمة سيدة، وهل يطبق عليه كلمة أم المؤمنين كما ينطبق على السيدة مثلا خديجة، السيدة ماريا القبطية رضوان الله عليهم؟ هل يطبق أو يعني نقدر نطلق كلمة سيدة وأم المؤمنين على عائشة؟ لا يجوز هذا خطأ ولا يجوز. وويل للوهابية الذين ضللوا الناس، ويل لهم والله، لا يجوز. ومما يؤسفني أن كثير من علماء الشيعة يقولون هذه الكلمات. عائشة ليست أما للمؤمنين إطلاقا، وأنا مستعد أن أناظر بل وأباهل كل من يعترض على هذا الكلام. عائشة ليست أما للمؤمنين، بل ليست هي من الإيمان في شيء. حاربت رسول الله، قادت الجيش وحاربت النبي، فأي أم تكون هذه للمؤمنين؟ أنا عاوزهم ينظروا. الأم في لغة القرآن هي من حملت أو من أرضعت. عائشة لا حملت ولا أرضعت،
أم مين؟ أم الذين قالوا إن مات محمد لنتزوجها. في ناس من الصحابة قالوا إن مات رسول الله سنتزوج بعائشة. هذه أمهم، يعني لا تحل لهم. أما المؤمنون فهم براء من أعداء رسول الله ومن أعداء أمير المؤمنين. اللهم صل على محمد سماحة الشيخ وآل محمد. سماحة الشيخ عندنا اتصال من الأخ أبو فدك. تفضل الأخ. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم. عفوا ممكن أكلم الشيخ حسن لو سمحت؟ تفضل أخوي تفضل. عفوا سؤالي للشيخ، ما رأيكم في من يقول لا يجوز مس رموز أهل السنة؟ هذا السؤال الأول. والسؤال الثاني كعقيدة شيعية، هل التبري من الرموز المقدسة لدى الكفار مثلا هل يعتبر من أساسيات العقيدة؟ وهل يعتبر اللعن يعني أفضل مصداق للتبري؟ وشكرا جزيلا لكم. وضح السؤال أخونا الكريم. سماحة الشيخ السؤال الأول يقول هل في بعض الناس يدعون أن لا يجوز التجاوز أو ذكر رموز أهل السنة. أي نعم. وفي السؤال الثاني يقول هل هو التبري واجب، وهل هو اللعن هو مصداق للتبري؟ بس قبل لا تجاوب على السؤالين سماحة الشيخ في سؤال ثاني من الأخ من الكويت. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على الأطهار الطيبين وعجل الله فرج مولانا صاحب العصر والزمان. آمين آمين إلهي آمين. حبينا نبارك للشيخ ياسر الحبيب على إصراره وعلى قوته وعلى مبادئه لهذه القناة الشريفة، واللهم العن كل ظالم كان مع محمد وآل محمد ويغير لأجل المال والسلطة وخذلان الصوت في الحق لأجل التقارب للمسلمين، وهذا ادعاء كاذب. وأبارك حق أخوي الشريف الطاهر الشيخ العلامة حسن شحاتة على بارك الله فيك حبيبي، بارك الله فيك، وعلى بارك الله طهارته وعلى قوته رغم ترك الدنيا لأجل محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. السعادة إن شاء الله والنصر غريب، وهذا الزحف جاي زحف القائم بإذن الله حق كل دول العالم. واتشرف إني أنا اتصلت فيكم وسمعت صوتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشرف لنا أخوي أبو محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. تفضل سماحة أبدأ الشيخ. حبيبي. تفضل سماحة الشيخ. اللهم صل على محمد وآل محمد. هكذا حبيبي، هكذا حبيبي. الشيخ ياسر الحبيب قوي لأنه من جند الإمام الحجة المنتظر إن شاء الله، ونحن معه يا رب. الشيخ ياسر تربطني به صداقة منذ كان في مجلة المنبر المهدوي، منبر الإمام حجة العصر والزمان، والتقيت به في قم المقدسة، والله يبارك فيه ويسدد خطاه ويعينه ويقويه. ونحن نعلن للوهابية قاطبة، ها أنا والشيخ ياسر موجودان للمناظرة إن كنتم رجال، للمباهلة إن كنتم رجال في كل ما نقوله. هذا أولا. ثانيا أخونا الكريم في سؤاله الأول بيقول لا يجوز أن نذكر رموز السنة. إلى متى هذا الجبن؟ إلى متى هذا الجبن وهذا الخنوع؟ إلى متى؟ هم ليل نهار يسبون إمام الزمان، هؤلاء الفجرة
يسبون إمام الزمان الحجة المنتظر، مش عاجبهم حاجة أبدا. إن تكلم علماء الشيعة بمنطق وبأدب وبهدوء لا يعجبهم، ويعقبون عليه ويعترضون. لا إله إلا الله. إن تكلم الشيعي بأدب يقولوا تقية، خلي بالك تقية، حتى مش عارفين ينطقوا الكلمة، يا فضيحة تقية، مش عارفين يقولوا تقية، يقول لك تقية. وإن تكلم بصراحة يقولوا ده سباب ولعان. ده انتوا عاوزين مش السب واللعن، انتوا عاوزين ضرب الجزم على دماغكم، ضرب الأحذية، مش السب واللعن. فيا حبيبي، أولا ولاية أمير المؤمنين ليس الحب فقط، ليس المدح فقط، بل عنصر الولاية الأول هو البراءة من أعداء أمير المؤمنين وآله الأطهار. ألا ترى كلمة التوحيد حبيبي؟ كلمة التوحيد لا إله إلا الله. شوف، انظر، لا إله الأول إلا الله. فالولاية مكونة من ولاية الإمام والأئمة الأعلام والبراءة من أعدائهم، وعنوان البراءة هو اللعن رغم أنف كل جاحد. الله لعن، والملائكة لعنت، والأنبياء والمرسلون لعنوا، والأئمة الأطهار لعنوا، ونحن نلعن كل من لعنه أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم. اللهم صل على محمد وآل محمد والعن أعداءهم أجمعين. تفضل حبيبي. أحسنت سماحة الشيخ، طيب الله أنفاسكم. سماحة الشيخ، حبينا نسألك سؤال. بالنسبة أنت ذكرت التغية، فهل التغية في هذا الزمن بانتشار وسائل الإعلام والإنترنت في ضغط الزر تقدر تقرأ جميع الروايات والأحاديث الواردة عن أهل البيت بلعن أعداء أهل البيت والكتب اللي انذكرت من الخطة بيد علمائنا، فهل التغية في هذا الزمن هي واجبة أم نقدر نفضح أعداء أهل البيت في هذا الزمن؟ تفضل سماحة الشيخ. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم عرفني نفسك، فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني نبيك، فإنك إن لم تعرفني نبيك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك، فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. اللهم لا تميتني ميتة جاهلية، ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني، إنك أنت الوهاب. اللهم صل على محمد وآل محمد. شوف حبيبي، التقية في هذا الزمان ليست واجبة إلا على من لم يملك الحجة. من لم يملك الحجة وجبت عليه التقي. وإن كان هذا قليل في الشيعة. هل تعلم أخي الكريم أن أحد الشيعة وهو لا دخل له لا في شيء من العلوم أبدا، عارف ماذا قال؟ نعم. قال: يا شيخنا إن الصحابة ضلوا ضلالا بعيدا. بقول له ازاي؟ قال لي أصلي الإمام أمير المؤمنين أخذ الكتالوج من رسول الله، والصحابة تخبطوا بدون الكتالوج فأفسدوا الأمة. قال زي مهندس وجهاز، المهندس معاه الكتالوج ويعرف اللي يمشي الجهاز ايه واللي يصلحه ايه واللي يفسده ايه. هذا إنسان له عالم ولا فقيه ولا نحوي أبدا أبدا. الذي لا يملك الحجة وجبت عليه التقية. أما من يملك الحجة
يكون كاتما للشهادة. وأنا بنادي شيعة أمير المؤمنين، أقول لهم كفى، كفى خنوع، كفى جبن، كفى مهزلة. نحن الآن في عصر لا بد أن يتبين الحق. سمحت الشيخ، تعلموا من شيعة العراق. بالمناسبة أرسل قبلة على جبين كل شيعي في العراق. هؤلاء الأبطال الذين يذهبون وسط النار والدمار ويذهبون لزيارة الحسين. يا الله، هنيئا لكم، سماحة الشيخ، هنيئا لكم يا شيعة العراق. اللهم اكتب لنا زيارة الإمام أبي عبد الله. سماحة الشيخ، بقية ايه في هذا الزمان إذا كان طالبان لما هدمت أصنام في الجبل ثارت عليها الدنيا وقامت، وتهدمت قبة الإمامين العسكريين ولا أحد يتكلم ولا كلمة. هل هذا منطق؟ هل هذا عدل؟ بيت رسول الله يهدم في سامراء والقوم صم بكم عمي، والأصنام تهدم في الجبل، تسور الدنيا وتقوم. فلا تقية في هذا الزمان إلا لمن لم يملك الحجة. أحسنت سماحة هو الشيخ، الذي تجب عليه التقية. أحسنت سماحة الشيخ. اللهم صل على محمد وآل محمد. سماحة الشيخ، في عندنا مكالمة من الأخ أبو أحمد من الكويت. تفضل حبيبي. السلام عليكم. أخوي أحمد من الكويت. عليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله. أحمد من الكويت معك. حياك الله أخوي أحمد، حياك الله يا أحمد. أول شيء أبارك للشيخ ياسر الحبيب على عودة قناة فدك المباركة، وإن شاء الله تستمر هذه القناة المباركة بجهودكم وجهود سماحة الشيخ حفظه الله. ونبارك حق سماحة الشيخ حسن شحاتة حفظه الله أسد الولاية على هذا الظهور، وأسعد قلوبنا بهذا الظهور، والحمد لله أن تطمنا أنه بخير وصحة وعافية، وهذا الشيء يحرق قلوب الوهابية والنواصب لعنة الله عليهم. عندي سؤالين حق سماحة الشيخ حسن شحاتة. السؤال الأول أن سماحة الشيخ حسن شحاتة وين كان في هذه الفترة؟ بعيد يعني افتقدناه في الانترنت وفي البالتوك وفي غرف البالتوك، وابتعدنا كثيرا وما سمعنا مناظراته. فنتمنى أن يكون الداعي خير، داعي غيابه خير، ونتمنى أن يكون له عودة ويسمعنا صوته ويحرق قلوب الوهابية، لأن من نوادر الشيوخ الذين يحرقون قلوب الوهابية سماحة الشيخ حسن شحاتة. السؤال الثاني، إن شاء الله. كما يعلم سماحة الشيخ حسن شحاتة أن الشيخ المظلوم ياسر الحبيب حفظه الله عندما صرح ونطق بالحق كانت هناك بعض العمائم الشيعية التي قامت تحاربه وسخرت جهودها وقنواتها ومواقعها ومن تحتها كلها لحربه. فماذا يقول لهذه العمائم المزيفة التي تحارب من هم أتباع أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أكثر من حربهم على الوهابية؟ وأشكركم أخوي عبد الله، ونسألكم الدعاء أنت وسماحة الشيخ، وسلامي لسماحة الشيخ ياسر وسماحة الشيخ حسن. سلمكم الله حبيبي، سلمكم الله وبارك الله فيكم. سماحة الشيخ، بس قبل لا تجاوب على السؤال، في عندنا مكالمة من العراق، تفضل. معانا أخوي؟ أنا لي المداخلة؟ إيه تفضل معانا على الهواء، بس الله يخليك قصر على صوت التلفزيون وخليك معانا على التليفون. ان شاء الله. السلام عليكم شيخنا الشيخ حسن شحاتة، حياك الله والحمد لله على السلامة. ورحمة الله وبركاته. انا مدد يا علي من داخل العراق. شيخنا الجليل الفاضل، لا تتصور احنا ناسينك اللي في داخل العراق. الله يشهد علي ورسوله وملائكته والمؤمنين، كل ما ازور الامام الحسين اصلي لك ركعتين نيابة عنك وعن والديك، وأسأل الله أن يفرج عنك آمين يا رب سجنك. هذا ما حدث أقوله لك شيخنا، ويا ريت نتمنى أن من قناة فدك الفاضلة
أن دائما تجعل لنا أن لقاءات معك نسمع صوتك، لأن أنت غبت عن البالتوك وعن غرفة الحق وغرفة حسين وكل غرف البالتوك، ونحن بحاجة إليك مولانا العزيز الغالي أن نسمع صوتك، أن تدعم أهل العراق خصوصا المظلومين الذين قتلهم صدام الطاغية المجرم، هو عليه لعنة الله، عليه لعنة الله والملائكة والناس. وكذلك اليوم نشاهد بأن آل سعود والوهابية يقتلون الشيعة السعودية في الإحساء والقطيف، وكذلك نشاهد مظلومية أخواننا البحرانيين من الشيعة. كل العالم ضد هؤلاء المساكين الذين مجرد حبهم لأهل البيت، حبهم لعلي بن أبي طالب، نرى أن الجيوش تجيش باسم عائشة أم المؤمنين، نرى أن هناك شيعة العراق وكل شيعة العالم يقتلون أمام الفضائيات باسم فرقة أم المؤمنين عائشة أو طلحة والزبير. لا نعلم مولانا العزيز ماذا يعني فعلنا لكوننا أن نحب علي والحسن والحسين، لماذا هذا القتل؟ نسأل الله أن يحفظكم دنيا وآخرة ويحفظ كل القائمين على فضائية فدك. أحسنت حبيبي الذي أسمعتنا صوتكم، ونسأل الله أن يحشرنا ويحشركم ويحشر أحسنت. طيب الله أنفاسكم أخونا محبين أمير المؤمنين وآل البيت تحت لواء محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. طيب الله تحياتي لكم مولانا العزيز. سماحة الشيخ، الحين أول شيء سؤال أخونا من الكويت. السؤال الأول يقول لا استناني حبيبي بس أرد على أخي الكريم تفضل. علي. تفضل سماحة الشيخ تفضل. يا علي مدد، يا علي مدد، سلام الله عليك حبيبي، وصلتك قبلتي على جبينك الشريف وعلى رأسك، لسه بعتها على طول اهو. حياك الله. تذكرني عند الإمام الحسين، اللهم يا رب يكافئك إمام الزمان على ذلك. تصلي لي ركعتين عند الحسين، الله أكبر الله أكبر. جزاك الله خيرا في الدنيا والآخرة حبيبي يا علي مدد حبيبي. نعم تهمتنا الكبرى هي ولاية أمير المؤمنين. أسأل الله أن يديمها علينا في الدنيا والآخرة. إلهي آمين إلهي آمين. حياك الله وبياك. بالله برسول الله بولي الله بالإمام الحجة، لا تنساني عند الحسين وعند أمير المؤمنين وعند الإمامين الكاظمين وعند الإمامين العسكريين. بالله لا تنساني حبيبي. بلغ سلامي وتحياتي وقبل الأعتاب نيابة عني حتى يكتب الله لي الزيارة بحق محمد وآله الأطهار. اللهم صل على محمد وآل محمد. تفضل حبيبي. السؤال الأول إيه؟ السؤال الأول يقول ليش الفترة الأخيرة مختفي ومتوقف عن يعني الظهور في برامج البالتوك؟ لأن الشباب مشتاقين يسمعون صوتك. إن شاء الله حبيبي أنا غير متوقف حبيبي، أنا بس هو خط التوصيلات يمكن بكرة حيوصل وأكون معاهم في كل غرف البالتوك إن شاء الله تعالى. هذا أولا. نعم أحسن سماحة الشيخ، هذه بشرى للمؤمنين وليغيظ به الكفار والمنافقين. سماحة الشيخ السؤال الثاني يقول لما سماحة الشيخ جهر في لعن أعداء البيت ظهرت عمائم سوء لتنكر على سماحة الشيخ هذا الجهر في اللعن ولعن أعداء أهل البيت، فشو تقول وترد على هؤلاء العمائم المتلبسة في التشيع؟ أقول لهم هداكم الله هداكم الله. والله عمائم منها ما تستحق الحرق. لقد رأيت معمما في قناة المستقلة، والله إن الكلب عندي أفضل منه. شوف الكلب وهو أنجس مخلوق أفضل من هذا المعمم المنافق
يقول ولا يعي ما يقول. فماذا نفعل حبيبي؟ إلى إمام الزمان نرفع شكوانا، إلى الإمام الحجة نستغيث به، نستغيث على هؤلاء. يعني الوهابي لما يتخبط ويقول لا حرج عليه لأن العداوة من العدو أمر طبيعي، لكن لما شيعي يقوم ويتخبط هذا هو الذي يؤذي القلب، يؤذي القلب حقيقة. فإلى إمام الزمان نرفع شكوانا وحسبنا الله ونعم الوكيل. تفضل حبيبي. سماحة الشيخ، في نهاية المقابلة أبي أقول توجهون كلمة للمؤمنين. حاضر حبيبي. طبعا كلمة اللي تحبون أنتم تتوجهونها للمؤمنين، بالإضافة إلى حث المؤمنين لاستمرار هذا الصوت وهو صوت الحق، بدعم هذه القناة ماديا ومعنويا، لأن مع قلة الإمكانات ومع قلة التبرعات قدرنا نسدد القليل من هذا طبعا لبث قناة فدك، وطبعا قاعدين نطلع على الهواء مباشرة. فإحنا سماحة الشيخ نبي توجه دعوة للمؤمنين لاستمرار صوت الحق هذا. تفضل. إن شاء الله حبيبي. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. رب صل على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، والعن اللهم أعداءهم أجمعين. يا أحبابي، يا أهل السنة، أناديكم اسمعوا وليبلغ الشاهد منكم الغائب. أرسم لكم قانون تصلون به إلى الحق. كلنا يؤمن بالله، كلنا يؤمن برسول الله. التوقف عند أمير المؤمنين علي، وهو الامتحان الأكبر لكل مؤمن ومؤمنة. فماذا تفعل أيها السني؟ ماذا تفعل؟ أنا عاوزك في ليلة من الليالي أو في يوم من الأيام، وليكن عاجلا، امسك ورقة وقلم واكتب في أولها الله ربي محمد رسولي. بعد الرسول انقسمت الأمة إلى مدرستين: مدرسة الصحابة كما يسمونها، ومدرسة آل البيت الأطهار صلوات الله عليهم. عاوزك تكتب كده: أبو بكر، عمر، عثمان، معاوية، يزيد، مروان بن الحكم، المغيرة بن شعبة. أعلام الصحابة بتاعت الصحابة، أعلام مدرسة الصحابة. ومن بعدهم اكتب العلماء: ابن تيمية، ابن عبد الوهاب، ابن باز، ابن عثيميين. اكتب كل هؤلاء، واكتب أسماء مدرسة آل البيت: أمير المؤمنين علي، الإمام الحسن، الإمام الحسين، السجاد والباقر والصادق والكاظم والرضا والجواد والهادي والعسكري والمهدي صلوات الله عليهم. واكتب أعلام هذه المدرسة. اكتب سلمان المحمدي، اكتب عمار بن ياسر، اكتب محمد بن أبي بكر، اكتب أبي بن كعب، اكتب حذيفة بن اليمان، اكتب مالك الأشتر. اكتب الأعلام، واكتب علماء هذه المدرسة. اكتب محمد بن يعقوب الكليني، اكتب الشيخ المفيد، اكتب الحلي. سماحة الشيخ حسن شحاتة، احنا الصراحة احنا ما نمل من كلامك الحلو والشيق، بس نوعدك ان شاء الله تكون هناك اكثر من مقابلة على قناة فدك، ونشكرك شكر جزيل باسمي وباسم كل المؤمنين وشيعة امير المؤمنين سلام الله عليه. حياكم الله حبيبي. بلغ السلام، الله بلغ السلام لكل العاملين في فدك،
حياكم الله وبياكم. حياكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياك الله سماحة الشيخ، ونشكركم على تواجدكم معنا. وأعزائي المشاهدين، في ختام برنامجنا البث المباشر لأول مرة على قناة فدك، نعتذر منكم إذا كان في هناك خلل صوتي أو خلل صورة خلال البث المباشر أو خلال البث التجريبي، لأن الآن احنا في